بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. الحقيقة كلنا تقريبا بنشتكي أو دايما بنقول إيه، يعني أنا عملت لها كذا وكذا وكذا وهي ما قدرتش ده، أو أنا دايما واقف في ظهره وهو ما قدرش ده، أو أنا وقفت جنب مين واتكلمت من ورا ظهري عليا بشكل مش كويس. آه، يعني طول الوقت في ناس بتأذينا وفي ناس بتتكلم علينا، وأحيانا كتير نذهل من ردود فعل الناس، لأن إحنا بنكون قدمنا لهم كل خير وهم رد فعلهم كان مش حلو، وبيصعب علينا نفسنا وبنزعل وبنقعد نقول ليه. طول الوقت بنسأل نفسنا ليه وليه وليه. الحقيقة طب أنا عايزة، طبعا هو احساس طبيعي لان احنا بشر، فبيصعب علينا نفسنا، يعني بالذات لما بنكون قدمنا كل الحاجات الحلوه وكل الخير للي قدامنا واللي قدامنا ما قدرش ده. لكن انا عايزه اسال سؤال يعني بسيط كده. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الدنيا وخلقنا ورزقنا كل حاجه. هو ايه اللي بيحصل؟ احنا بنعصيه. احنا ما زلنا وطول ما احنا عايشين للأسف بنعصيه بشكل أو بآخر، حتى لو بنظرة لحد مش صح، أو تنمر على حد، أو أي حاجة احنا ممكن نشوف إنها يعني عبيطة أو تافهة، بس هي بتبقى معصية لربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا اللي خلقنا واحنا بنعصيه. احنا بقى مهما عملنا لأي حد هيكون زي اللي ربنا عمله لنا؟ ولا احنا ولا حاجة اصلا. ف يعني ليه قابلين ان احنا نعصي ربنا، ومش قابلين ومش قادرين نستوعب ومستغربين ان الناس بتأذينا؟ طب ما ده طبيعي، لان احنا بشر، لان احنا خطائين، احنا بنخطئ في حق نفسنا قدام ربنا، فمش عايزيننا نخطئ في حق بعض. ده بيحصل، ولازم نقبل ده، ولازم نفهم الفكرة دي ببساطة، لأننا بشر ولا ملايكة ولا شياطين. هنفضل نغلط في بعض، وهنفضل نأذي بعض، وهنفضل نعمل تصرفات غير لائقة. دي طبيعة البني آدمين من أول الخليقة، من أول ما قابيل قتل هابيل أخوه. ده هما اتنين هم فواحد قتل التاني. فهي دي طبيعة البشر. فبلاش نقسى على نفسنا قوي، بلاش نعنف الناس قوي. يعني هيصعب علينا نفسنا شوية، انما لازم نستوعب ده، ان احنا بشر. لو استوعبنا ده يمكن نرتاح اكتر، ونبتدي نسامح اكتر، نكون اكثر تسامحا، ونبتدي نقرب لربنا اكتر. لو كل واحد فينا فكر بالطريقة دي، تسامح اكتر وقرب ربنا اكتر، اكيد الاذى في الدنيا هيبقى اقل، واكيد طبعا حياتنا هتبقى سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هلا سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.